السلام عليكم ورحمة الله. ازاي تقدر تحافظ على الإطارات الخاصة بالسيارة بتاعتك مهما كانت، خصوصا مع ارتفاع الأسعار الموجود دلوقتي، لأنها تعتبر أسعار ذهبية جدا. هنطلع من الموضوع دوت سواء كانت انت بتمتلك عربية فارهة زي اللي قدامنا دي، عربية فيها إطارات غالية جدا، أو بتمتلك عربية متوسطة أو صغيرة فيها إطارات، فكل الإطارات ارتفع ثمنها. وبالتالي دلوقتي هنتكلم على حاجات كويسة ومهمة جدا تخليك تحافظ على الإطارات بتاعتك لأطول فترة ممكنة. أول حاجة حافظ على الفحص الخاص بضغط الهواء بتاعك، لأن في ناس كتير جدا ما بتلتزمش بالكشف الدوري على الضغط اللي جوه الإطار، وبالتالي ده بيسبب حاجات كتيرة جدا، منها مثلا زيادة معدل استهلاك البنزين وزيادة ممكن تآكل الإطارات بتاعتك. تاني حاجة الضغط المتكرر على الفرامل. لو انت بتضغط بصفة متكررة على الفرامل وبشكل عنيف، ده بيخلي اولا العربية بتاعتك تخليها ان هي تقدر تهددك، مش بتحافظ عليك. ومن الناحية التانية بتخلي تلف الإطارات بصورة أكبر بكتير جدا، ما بتاخدش الوقت الكافي ليها. تالت حاجة السرعة الزايدة عن درجة الحرارة بتزيد وقتها. ده بيسبب طبعا إن بيحصل تغيرات في المواد اللي بيصنع منها الكاوتش، بيسبب له ضرر كبير جدا، بيخليه يتلف، بجانب طبعا الخطر اللي ممكن يتعرض له السواق واللي راكبين معاه. برضو ضبط الزوايا والترصيص رابع نقطة. الزوايا والترصيص بيخلي الإطارات بتاعتك تعيش لأكبر فترة ممكنة، بيخلي الانحراف بتاع جسم العربية قليل، وبيخلي اهتزاز المقود أو الدركسيون بتاع السيارة بتاعك مش كبير، وبالتالي بيحافظ عليك وتستمتع حتى وانت بتسوق. خامس حاجة الحمولة بتاعتك. كل ما انت بتزود في الحمولة بتاعتك في السيارة، كل ده ما بيزود الحمل اللي جوه الإطارات، وبالتالي ممكن كمان يخليها توصل لدرجة الانفجار، لأن طبعا الحاجات دي ليها طاقة. زي ما انت إنسان ليك حمل معين تقدر تشيله على رجلك، برضو نفس الكلام الإطارات ليها وزن معين. فبالناس طبعا اللي بتقدر تهمل النقطة دي، ركزوا كويس عليها شوية. الطرق الغير ممهدة سادس نقطة. لو انت بتمشي في طريق غير ممهد، طريق متعرجات في مطبات كتير مش متسافلت، كل ده بيأذي لك حاجتين: نظام التعليق والعفشة بتاعت العربية والإطارات بتاعتك. فحاول ان انت تقدر تستنقي او يعني تشوف الطريق الكويس وتمشي عليه يعني بالعربي كده. اخر حاجة طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تقدر توصل لك كل ما يهم السيارات وتديك معلومات مهمة جدا. ما تنساش الصيانة الدورية بتاعتك للعفشة والفتيس والتوجيه والإطارات تكشف عليها. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.